جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم على المقاولون العرب لهدفين دون رد. في بداية الفيديو بعد إذن حضراتكم اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو كدعم لينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. في المركز الأول وفي صدارة الدوري المصري الممتاز نادي سيراميكا كيلوباترا الصاعد للدوري المصري جديد برصيد 3 نقط. في تاني الدوري نادي الزمالك برصيد 3 نقط. في المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 3 نقط. في المركز الرابع نادي أسوان برصيد 3 نقط. في المركز الخامس طلائع الجيش برصيد نقطة. في المركز السادس الجونة برصيد نقطة. في المركز السابع البنك الأهلي الصاعد للدوري جديد نقطة. في المركز الثامن وادي دجلة برصيد نقطة. طبعا الموسم بادئ وبقوة، وكل المباريات اللي انتم شايفينها قدامكم دي مباريات كانت قوية وكانت بصراحة من أجمل المواسم إن شاء الله اللي هنشوفها معانا. هي الموسم 2020-2021. النهاردة الزمالك قدر يتغلب على نادي المقاولين العرب لهدفين دون رد. طبعا الزمالك داخل بقوة وبينافس على لقب الدوري، وبينافس كمان على ان هو يكون بيلعب في دوري ابطال افريقيا. بيراميدز مش هيسيب الموضوع كده ولا النادي الاهلي، وكل ده هنشوفه في المباريات القادمة. وكل التوفيق لكل الفرق، وما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو انك تعمل لايك للفيديو وانك تشترك في القناة وانك تفعل جرس الاشعارات. والى اللقاء في فيديو اخر.